السلام عليكم، اهلا بكم في قناة اكلة بسيطة. النهاردة هنعمل كفتة الحاتي، يا رب تعجبكم. وهعمل معاها حبة عيش كده، هعملهم في فرن البوتاجاز ان شاء الله. تعملوها وتبقى كويسة ان شاء الله. هنا جبت بصلتين يعني متوسطين، وبشرتهم بالمبشرة عادي، وحطيت عليهم ربع كوباية برغل كنت غسلاه بس ما نقعتهوش، وحطيت فلفل اسمر، وحطيت ملح وبابريكا، وحطيت توابل لحمة حبة صغيرين، ما كترتش عشان حاطة فلفل اسمر والبابريكا هي اكتر حاجة. وحطيت حتة دهنة كده، اي دهنة، بس انا كان عندي حتة ليا بشرتها وحطيتها معاهم. وحطيت نطرة كمون شوية صغيرة جدا، يعني أقل من ربع معلقة، ودعكتهم كويس جدا مع بعض جامد. أنا أي حاجة يا جماعة فيها بصل والحاجات دي لازم أدعكها كده بإيدي، لكن دي البرغل حطيته والحاجة ودعكتهم كويس وركنتهم شوية، يعني حوالي نص ساعة كده. وبعدين حطيت عليهم اللحمة وهعجنها كويس جدا كأني بعجن عجين يا جماعة، وحطيت عليها حبة بودر، وهقعد اعجن فيها لحد المكونات دي ما تختلط كلها مع بعضيها كأني بعجن عجينة بالظبط، علشان تبقى متماسكة على السيخ. كل ما عجنتيها كويس كل ما بقت متماسكة على السيخ، وانت بتصبعيها عليه. او المعلقة او 2 عصاية شيش طاووق او اي حاجة. وهسيبها شوية تتشمع في التلاجة شوية لحد انا معجن العجين. انا عندي هنا حوالي كيلو دقيق، وعليه كوباية دقيق واحدة، يعني كيلو كوباية دقيق. حطيت عليهم خميرة، حطيت معلقة ونص خميرة، وحطيت حبة ملح، وحطيت نص معلقة سكر. انا حطيت يا جماعة نص معلقة خميرة زيادة علشان الجو ساقع، وكنت مستعجلة عشان تطلع بسرعة يعني. وهعجن العجينة دي كل الحبة دولت، يعني مش ياما يعني، بس هيبانوا ان هم كتير، هيطلع عدد كتير من الأرغفة، يعني هيبقوا كتار. بسم الله ما شاء الله. يعني لو مثلا في رمضان عملنا حبة قد دولت او نصهم، يعني هيكفوا، ممكن يكفوا سحور وفطار لأسرة من 4 أفراد أو حاجة. وهعجنها كويس. أنا هعمل عجينة طرية، مش هعمل عجينة يابسة، هعملها طرية، هخليها طرية جدا يعني. بس هعجنها كويس أوي يا جماعة، هخليها كأنها أستك كده في إيدي، يبقى عشان يبقى فيها عرق ويعلى كده الرغيف في الفرن، وتحسي ان انتي فرحانة، وكمان تجيبي العيال تتفرج. كل ما عجنتها كويس يا جماعة كل ما بقت قبة في الفرن كده وشكلها جميل ان شاء الله. اهم حاجة تعجنيها كويس ان شاء الله 10 دقايق كده، ولا تقعدي تعجني فيها لحد ما توصل للعجينة اللي انت عاوزاها يعني. انا قعدت اعجن فيها كتير حوالي 10 دقايق. شوفوا عاملة ازاي العجينة يا جماعة، ان شاء الله هيبقى عيش في منتهى الجمال. في الشتاء يا جماعة خاصة لازم المية اللي انا بعجن بيها تكون دافية، والخميرة تكون شغالة، يعني خميرة كويسة متأكدة ان هي كويسة، و... والمكان اللي انت هتحطيه فيها يكون دافي، وتغطيها كويس، تغطيها بحاجة تقيلة، وتركنيها في مكان لحد ما تخمر. انا هصبع الكفتة. عندي السيخ دون هصبع عليه الكفتة. وعملت يا جماعة طماطمية مبشورة وحبة فلفل اسمر وحبة زيت، وحطيت عليهم حبة مية صغيرين جدا، وهدهن بيها الكفتة بعد ما صبعها. بسم الله ما شاء الله، كفتة جميلة ان شاء الله، هتدوقها وتبقى جميلة ان شاء الله. ده حوالي نص كيلو لحمة، في حتة كده زيادة هيعمل كمية جميلة يعني. هعمل كمان واحد، يعني بعمله بتك عليها بايدي كده، يعني علشان تمسك في السيخ ده. الاكله بتاعت النهارده يا جماعه جميله، يعني تحس ان انت بتاكلي حاجه حلوه كده، كانك في عند حاتي، عند كده يعني في مطعم. فاحنا نجيب المطعم البيت لولادنا علشان ياكلوا اللي هم نفسهم فيه. دوت اللي انا عملته، اللي هو الطماطم المبشوره والفلفل الاسمر وحبه ملح وحبه زيت. انا هدهن بيه الكفته دي.
هدهنها كلها، وكمان لما بتستوي يعني نص طياب كده في الفرن هطلعها بردك وادهنها. شو هي عملت الكمية دي كلها يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، والصوابع كبيرة يعني. وادي العجين كده خمر معايا، وهقرصه بقى حتت صغيرة، وحدات صغيرين كده، وهنشوف ان شاء الله يطلع كويس ان شاء الله. لو وصلتوا لحد هنا يا جماعة في الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، وتعليق من حضراتكم جميل يبسطني. انا هقطع العيش دوت على ردة يا جماعة. طبعا الردة مفيدة وجميلة، واحنا هنقطعه على ردة، وهحط الردة تحت وهخبزه بدقيق من فوق، حبة دقيق شوية صغيرين. ممكن اعمله اكبر من كده، بس انا قلت اعمله صغير كده على قد السندوتشات بتاعة الكفتة اللي انا هحط فيها الكفتة يعني. لما بنخبز حاجة في البيت، عجينة او حاجة من دي، بنحس ان احنا سعدة. مش عارفة مش عارفة ايه السر يعني، ده علشان بيرجعنا لزمان واهلينا هم بيخبزوا وكده. مش عارفة ايه السر. هقطع العجينة كلها بالحجم دوت، ودي الكمية كلها يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. انا قطعته بمية يا جماعة، وهغطيه واريحه شوية حوالي 10 دقايق كده، وبعدين ابدأ ابططه واحدة واحدة كده، وهركنه شوية. بعد ما بططه هركنه شوية بردك 5 دقايق 10 دقايق، وابدأ بأول واحدة عملتها ابدأ بيها ادخلها الفرن. هنا يا جماعة كان الكفتة استوت يعني نص طياب كده، فحبيت احط عليها من الخليط دوت على الوش كده تاني. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. دي الكمية يعني ما كانتش كتير يعني، لان انا ما كانش فيها دهنة ياما. انت لو عايزة تعمليها اصغر من كده انت حرة، اعمليها اصغر من كده. لو عايزة تكبريها كمان عن كده كبريها. لو عايزة تعمليها في السيخ وتحطيها في صينية عالية شوية ماشي يعني، كله متاح. هسيبها بقى تتشرب شوية لحد انا ما اخلص. هبطط بقى، ابدا ابطط العجينه بتاعتنا الجميله دي، وهعملها ارغف. هي ماشيه من غير مبينه او سريعه او مردنه، ماشيه هي جميله كده ماشيه. بس انا بردك لازم اساعد المردنه يا جماعه من جوه لبره، وما تتكاش على الوسط جامد يعني، وسط العجينه ديت من النص ما تتكاش عليها جامد، علشان بردك تساعد ان هي تبقاش حته رقيقه وحته تخينه. كله لازم يبقى العجينه كلها لازم تبقى كلها قد بعضيها يا جماعه، مستوى واحد. بسم الله ما شاء الله عليها هي. يعني هخلص ديت واركنها، واخد واحده تانية بردك ابططها لحد ما اخلصهم كلهم واركنهم. بسم الله ما شاء الله. لو يا جماعه حسيت ان انا عايزه ازود حبه دقيق شويه صغيرين على الوش كده، ازود حبه دقيق علشان تساعدني في التبطيط، وهمسحهم في الاخر. هخلصهم كلهم يا جماعه عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وهغطيها واريحها شويه وبعدين ابططها. هنا يا جماعه انا ما عنديش حاجه ادخل بيها في الفرن، فكان عندي كرتونه قصيتها كده وبقيت ادخل فيها الفرن. مش انا شاطره اهو، بسم الله ما شاء الله. يعني ايه، انا مش هقول لكم كله اب يعني، في اب وفي ما ابش، بس اكتره ايه بسم الله ما شاء الله طلع قابب وشكله جميل. وديت يا جماعه الارغفه اللي انا عملتها. لما طلعت الكفته عملت فحم على النار، وجبتها بحبه من الصوص اللي كان نازل من الكفته، حطيت عليها وغطيتها كويس، عشان كاننا بقى كانه معمول على الفحم يعني وكده. ودي الكفتة بتاعتنا تحتها بقدونس، عشان احنا بنحب نحط البقدونس كده عشان ناخد منه ونحط على الكفتة. يا جماعة بسم الله ما شاء الله. شكلها جميل، وكان الاكل طعمه جميل في منتهى الجمال. لو جربتوها يا جماعة ان شاء الله تعجبكم. وقدمت معاها بطاطس محمرة وطحينة، وعملت شويت في الفرن فلفل وطماطم وبصل، وحطيت عليهم ليمون وخل وكمون وملح وشطة، بس يا جماعة كده محطش عليهم حاجة تانية. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، واترككم في رعاية الله، واشوفكم في وصفة جديدة بسيطة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.